ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده كان جزء من الحلقة اللي فاتت وهي حرف الطاء ورسمنا الطيارة. عايزين تعرفوا معلومات عنها اكتر تقدروا تشوفوا الحلقة وهتلاقوها في البايو. يلا بينا نبتدي حلقة جديدة من حرف ورسمة ومعلومة جديدة. النهاردة الدور على حرف الظا وهنرسم النهاردة مع بعض الظرف. قبل ما نبتدي في اي حاجة او نقول اي حاجة، يلا قوموا هاتوا الورق بتاعكم وهاتوا الاقلام بتاعتكم وهاتوا الالوان، ويلا يلا يلا بينا ما تكسروش. يلا يلا وهاتوا شيروا الفيديو لاكبر عدد من صحابكم علشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويتعلموا زي ما انتوا بتتعلموا ويعرفوا معلومة جديدة. الظرف ده من اسهل الحاجات اللي احنا هنرسمها مع بعض النهارده. هو عبارة عن شكل مستطيل بس، وبنعمل خطوط علشان نحدد الشكل الظرف. الدايره اللي انا بعملها دي مش مظبوطه قوي، او انا قصدي كانه زي الختم اللي بيتعمل على الظرف، علشان ده كأن انت اول حد بتفتحه او انت اول حد بتفتح الظرف ده، وده يعني ده يدل ان ده اول مره حد يفتحه هو انت. كمان هزوقه طبعا الظرف بتاعي. انا عملت رسمت عليه الحاجات اللي انا بحبها، مثلا الورد. لو انتوا مثلا بتحبوا القلوب ممكن تزوقوه بالقلوب. بس كده. فيلا بينا كده نشوف انا هرسم عليه ايه كمان غير الورد. ركزوا بقى وشوفوا كمان هكتب ايه عليه ايه في الاخر. نرجع تاني كده، كنت عايزة اقول لكم على حاجة، ان انا من الناس اللي بتفضل الجوابات. انا عارفة ان الجوابات مبقتش حاجة معروفة دلوقتي، ولا مثلا ما حدش بقى بيستخدمها. حتى دلوقتي بنجيب هدايا لبعض، قليل قوي لما حد يكتب لك جواب او يكتب لك حاجه مثلا فيها مشاعر. بقى خلاص يعني يقول لك كل سنه وانت طيب، ده كويس، او ينزل لك صوره مثلا على السوشيال ميديا او على اي ابلكيشن، يبقى ده معنى كده هو فاكرك. كنت دايما بحس ان الجوابات هي اللي بتقوي العلاقه، بتخليك مثلا بتفتكر الذكرى بعدها، الحاجه المناسبه بتاعتها كانت ايه سببها. بحب قوي لما الورق من كتر ما هو بيقدم يصفر، فبتحس ان كده بقى كده حاجه عتيقه كده قديمه. انا عايزه اقول لكم ان انا لغايه دلوقتي محتفظه بكل الجوابات صحابي اللي كتبوها لي ايام المدرسه. محتفظه بيها جدا، حتى صحابي اللي مبقتش عارفاهم دلوقتي معرفش عنهم اي حاجه محتفظه بيها. فيا ترى بقى مين زيي؟ مين بيحتفظ بالجواب؟ مين بيحب يعني يعبر عن حبه لحد بيحبه، مثلا مامته، اخوه، باباه، اي صحابه، اي حد؟ يا ترى بتكتبوا جوابات ولا بتكتفوا بس انك تجيبوا هديه او تكتبوا رساله على اي ابلكيشن؟ نرجع تاني للظرف بتاعنا والالوان بتاعته. انا قررت ان انا اختار الوان هاديه بيجات عشان يدل على انها حاجه قديمه وحاجه بقت ليها ذكرى وليها يعني وقت طويل عندنا. فنركز كده في الالوان وقولوا لي رايكم في الاخر. كنت نفسي الختم اللي انا بلونه دلوقتي اعمله بلون بيلمع اكتر، فاخدت اللون ده علشان يدي لمعه ويبقى بارز قوي، بس في نفس الوقت هو واخد لون هادي. يعني انا قررت ان انا اهدي الواني قوي المره دي، ما احطش الوان كتيره عشان ابين قد ايه ان الحاجه قديمه عندنا وكده. بس وهنلون برضو الورد بتاعنا. وبس اسيبكم بقى كده تركزوا وانتوا بتلونوا. ما تنسوش تبعتوا الحلقة لأكبر عدد من صحابكم علشان يشاركنا الحلقة ويشوفها ويتعلم حاجة جديدة ويعرف معلومة جديدة. فسيبكم بقى تركزوا. انا عايزه اقول لكم حاجه كمان. انا من الناس اللي بهتم بالجواب او الرساله اللي بتجيلي من الهديه اكتر من الهديه نفسها، لان بحس ان دي بتدي قيمه اكتر للهديه وبتحسسني بقد ايه ان الشخص ده بيحبني، او يعني بعتز قوي بالحاجات دي. فيا ترى مين زيي بيحب قوي ان حد يكتب له جواب ويدور على الجواب في الشنطه قبل ما يشوف الهديه؟ فالحاجات دي يا جماعه بتلمس المشاعر قوي، وبحس انها نوع من انواع انك انت بتبقى اصلا تفرح الناس اللي انت بتحبهم. وبالذات الجواب اللي بيكتبه لك، لازم اللي بيكتبه لك يكون فعلا بيحبك، ان هو فعلا الشخص اللي بيحبك هو ده اللي هيقدر يكتب لك كلام يسعدك، مش بس بيحبك او كده، لا، يقول لك حاجه تسعدك فعلا وتفرحك.
فانا بجد مبسوطه قوي بالحلقه دي. انا بحب كل الحلقات طبعا، بس دي اكتر حلقه انا انبسطت فيها، وحسيت ان انا قلت حاجات بتعبر عني، وحاجات قديمه ليها ذكريات كتيره قوي. وان شاء الله ابقى اصور لكم فيديو فيه كل الجوابات اللي صحابي كتبوها لي وكده. انا عايزه افتكرت حاجه دلوقتي. انا من ضمن الحاجات اللي بحبها قوي، كنت زمان وانا صغيره كنت بحب قوي اكتب لماما وبابا جوابات كتيره قوي، واختار ورق الوان. وستيل لغايه دلوقتي بابا وماما محتفظين بالجوابات دي، وبرغم ان انا كنت بصالحهم مثلا عشان مزعلاهم مني، لغايه دلوقتي محتفظين بالجوابات دي وبيحبوها جدا، وبيفتكروا بقى كل ذكرياتنا واحنا صغيرين. فاللي انا عايزه اقوله لكم في الحلقه دي بجد، اكتبوا جوابات على قد ما تقدروا الناس اللي انتوا بتحبوهم. الحاجات دي بتفرق قوي، بتفرح ناس كتيره قوي. وعبروا عن نفسكم باي حاجه انتوا بتحبوها. علشان كده انا قررت اكتب على الجواب بتاعي: يا وردة المعي. دايما هقول لكم المعوا واضحكوا واتبسطوا واعملوا كل حاجه انتوا بتحبوها وبتعبر عن شخصيتكم. وابسطوا نفسكم، ان محدش هيعرف يبسطكم ولا هيعرف ايه الحاجه اللي انتوا محتاجينها فعلا غير نفسكم انتوا. اول ما هتحسوا انكم مبسوطين، كل اللي حواليكم هيتبسطوا، وكل اللي حواليكم هيحس ان في حاجه فعلا اتغيرت فيك فعليا من جواك جوهريا. بس انا عارفه انا طولت عليكم، والحلقه كانت فيها رغي كتير قوي، انا رغيت كتير قوي. فيا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا حاجه، وعرفتوا تتعلموا ترسموا ازاي الظرف. ولو حبيتوا تبعتوا لي اي حاجه على صفحه الفيسبوك، تبعتوا لي ان رسمتوا الظرف او رسمتوا اي حاجه انا نزلتها، هحط لكم صوره الصفحه. واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.